عسلامتكم، وشنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، ونقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله ربي يجيبهولنا على خير. اليوم باش نحضر معاكم زرير يعمل 66 كيف. زرير صحي بالعسل اكاهو، ماهوش بالشحور. نمدوه نجمو نسحروه، والا في السهرة زاده نجمو ناكلوه. نتعداو لطريقة التحضير. أخذت كيلو بفريوة، حطيتها في الفور على 160 درجة لمدة 20 دقيقة. يلزمها تتقلى بالكدا تحمار. والجلجلان زادة بالطبيعة يلزم يكون مغسول ونظيف ومقلي زادة قليته. ومن بعد نتعداو توا باش نعملوا الباغ نوازات. أخذت الزبدة متاعي، حطيتها في كسروغ وتوا باش نحطوها على الغاز. تعمدت خليت لكم الفيديو متاع الباغ يمشي بشوية بشوية باش تراو الطريقة. لهنا قاعدة نحرك فيها هكا شوية باش حتى ذابتك الزبدة. ما تستحقوش لا باش تهزوا الكشكوشة من الفوق لحتى شيء. أتو تروها بشوية بشوية تغلي، وتطلع لنا بغنوازات تعمل الكيف وريحتها زادة بنينة وفايحة. بدات تغلي هكا بشوية بشوية، بدا يتبدل الكولور متاعها لين تحصلوا على الكولور هذا الدوري، وريحة ما شاء الله قلش عليها بفريوة. اخذت صفية وصفيتها باش نزيد نتأكد ما تقعد فيها شيء. توا نتعداو نرحيو الجلجلان. اخذت الروبو متاعي لهنا، الروبو متاعي اني قوي، حطيت فيه الكيلو الكل. انتوما ارحيو بشوية بشوية، كان عندكم روبو ماهوش قوي. رحيتها بالباهي لين الجلجلان رديته بات. فرغته في السوبير، ومن بعد نتعدى توا باش نرحي البفريوه. البفريوه خذيت كيما تشوفوا فيها حمراء باش نقشرها توا. الكولور متاعها مزيان في الدوري. فما شكون يحب يحطها بقشورها، اما اني خيرت هكا باش نعملها. قسمت البفريوه، الرطل رحيته بالكدا بات، والرطل الثاني توا تشوفوني رحيته مهروش. تعمدت باش نعمل الزرير بالطريقه هذه. الحقيقه تعجبني الطعمه متاعو وكد قرميشه متاع الفاكهه. لهنا كيما تشوفوا فيه تشوفوا في البفريوه مهروشه. طبعا حضرتك المكونات الكل، وزدت حطيت رطل من العسل الحر، وتحصلت على 300 مليليتر من بغنوازات. يلزمني نتحصل على 300 مليليتر. اخذت الطنجرة ليش نطيب فيها، يلزمها تكون طنجرة باهية باش ما تشدناش من اللوطة. طبعا بعد ما حطيت البفريوة والجلجلان الباد، ضفت عليهم البغنوازات. نحرك المكونات الكل بالكدا بالكدا، ونحطها على الغاز لمدة حكاية هكاك 3-4 دقائق. ويدي فيها يلزمني نحرك خاطر كل شيء طايب، ما يلزمناش نخليوه أكثر من هكاك. نحيه توا من الغاز باش نضيف له الرطل الثاني متاع البفريوة المهروشة. هذه البنة متاع الزرير، بنة ما شاء الله، ومذاق متاعها يعجبني. تبدا هكا تتقرمش. فما ناس تحب الزرير هكا، وفما ناس تحب الزرير اكل بات بات، كل واحد وشنو رايه. بعد ما حركت المكونات الكل باش نضيفوا توا العسل. ارطل العسل كما قلت لكم خذيت، ونحركه بالكدا بالكدا باش يدخل في وسطك المكونات الكل. لهنا ساي الزرير متاعي حضر، حطيته في دبوسه اللي باش نخبيه. وهذا صحيفات صغيرونات قلنا نذوقوهم ما شاء الله. قوام يعمل كيف زرير يتعلق عليك. ان شاء الله تجربوها الريسيت وتعجبكم. وما تنسونيش كيف العاده باللايك واشتراك في القناه، وشهيه طيبه.